شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، سؤالنا يتمحور حول ظاهرة شغب الملاعب التي ما زالت تهدد بشدة صورة الرياضية المغربية رغم الجهود الأمنية المبذولة. تتفاقم هذه الظاهرة خصوصا في الملاعب القريبة من الأحياء السكنية، مما يتسبب في خسائر مادية ونفسية للمواطنين، ويشكل تهديدا متزايدا مع اقتراب فعاليات رياضية كبرى في بلادنا. على سبيل المثال سيد الوزير، نجد ملعب لامبيكا بثانية الرمل بتطوان الذي يقع وسط الأحياء السكنية وداخل شبكة من الشوارع الرئيسية للمدينة، مما يخلق تحديات كبيرة على مستوى التنظيم الأمني والمروري. ولولا يقظة السلطات الإقليمية والأمنية لكان من الممكن أن تحدث كارثة بسبب الازدحام والتجمعات الجماهيرية خلال المباريات. في هذا السياق استبشرنا خيرا بمشروع الملعب الكبير بتطوان الذي دشن سنة 2015 بمنطقة الملاليين من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لكن المشروع لا يزال معلقا إلى اليوم رغم أهميته الكبيرة في تعزيز البنية الرياضية للمدينة. وهذا يثير العديد من التساؤلات حول مصير هذا المشروع. شكرا. جواب السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يمكن لي نقول لكم هي بان هذا المشكل مشكل كبير، لانه عندنا اكثر من 160 الف طفل تيهضر الاعدادي سنويا. هاد 160 الف طفل كلها راه ما قارياش وما فهماش، والعنف موجود في الوسط ديالها. هادو نفس هاد الاطفال اللي غادي نجبروا غدا في الملاعب. ولكن في نفس الوقت يمكن لي نقول لك بان جميع الملاعب الجداد اللي غتكون فيهم لاكاف ولا كوب دي موند ما بقى حتى شي قنت فيهم اللي ما فيهش الكاميرا. واليوم اي عمل شغب تيوقع تنعرفوا شكون اللي داروا وشكون هو. في نفس الوقت هاد ميتنشيو التذاكر رسميه السيد والكارت ناسيونال ديالو مسجله. دونك اي شغب وقع في الملاعب في المستقبل راه كاين الامكانيه التقنيه اليوم باش نعرفوا شكون اللي داروا ونتابعوه. وشكرا.